السلام عليكم ورحمة الله. لو عندك فرامل اليد مش بتمسك كويس، أو ركنت العربية ولقيت إنها ممكن تتحرك على الرغم من إنك رافع اليد، أو بتحس إنك محتاج ترفع اليد للآخر عشان العربية تثبت، ومع الوقت الفرامل بقت خفيفة وما بقاش فيها مقاومة زي اللي كنت متعود عليها، وكمان بقيت تسمع صوت خشونة أو تزييق لما بتشد فرامل. لو لاحظت الأعراض دي ما تأجلش الصيانة، الموضوع بسيط وهيفرق معاك جدا في الأمان وفي ثبات العربية. لو حصل معاك كده يبقى انت محتاج تعمل رجلاش وتظبط فرامل اليد. والرجلاش ده عبارة عن تعديل لشدة الفرامل، لان مع الوقت الفرامل بتتاكل او السلك نفسه بيرتخي، فبتحتاج كل فترة تعمل رجلاش وتشد عليه عشان الفرامل تمسك كويس، بس بتظبطه بحيث ما يبقاش مشدود زيادة عن اللزوم وفي نفس الوقت ما يبقاش مرخي. وكمان بتبقى محتاج تنظف الأجزاء الداخلية من الأتربة والصدى اللي بيتكونوا مع الوقت وبيبقى ليهم تأثير على أداء الفرامل. هو ده اللي انت محتاج تعمله علشان الفرامل ترجع تمسك معاك بكفاءة وتثبت العربية من غير ما ترفع اليد للآخر. ما تنساش تعمل مشاركة للفيديو عشان غيرك يستفيد، واشترك في القناة لو انت لسه مبتدئ في عالم السيارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.